السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبار اليوم: موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا، والقناة النقلة. تابعوا معايا الفيديو. يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها 9 مساء غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويخوض المارد الأحمر ميرانه الأخير باستاد التتش الليلة، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعدادا للمباراة. وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموعة مباراة نصف النهائي، بينما تأهل الوداد إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب في المغرب انتهت بالتعادل السلبي. لعب الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 27 مباراة، فاز فيه 11 مباراة وتعادل فيه 11 مباراة، وخسر 5 مباريات. أحرز لاعبوه 35 هدفا واستقبل شباكه 21. ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد 16 مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد 8 مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي برصيد 7 مرات لكل منهما، والوداد المغربي برصيد 5 مرات لكل منهما، والرجاء المغربي 4 مرات. ووصل صن داونز جنوب إفريقي للدور النهائي مرتين ولم يحصل على البطولة. موعد مباراة الأهلي والوداد: يستعد الأهلي لمواجهة الوداد المقرر لها 9 مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. القنوات الناقلة: تنقل قناة بي إن سبورت المالك الحصري لبث مباراة دوري أبطال إفريقيا مواجهة الأهلي ضد الوداد المغرب بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة. كان معكم أخوكم عبد الله، وقبل ما تقفل الفيديو صل على النبي كده واعمل اشتراك في القناة ولايك جميل.